كاين واحد البلاصه اللي شفتي فيها وانت كتصلي الله سبحانه وتعالى غادي يخطف البصر ديالك. في يوم من الايام الرسول صلى الله عليه وسلم كان كيصلي بالصحابه، وملي كملوا الصلاه شاف الصحابه وقال لهم: ما بال اقوام يرفعون بصرهم الى السماء وهم في صلاتهم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش باغي يفضح هذا الشخص اللي عمل هذا الشيء باش ما يسببلوش الاحراج قدام الملأ، وهذا الشيء من الحسن ديال التصرف ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا سكتوا الصحابه وتا شي واحد متكلم، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بدا كيشتد في الكلام: لا ينتهن عن ذلك او لتخطفن ابصارهم. وهذا الحديث صحيح، واي واحد كيصلي الله سبحانه وتعالى كيتوعد به انه يخطف البصر ديالو. غادي تقول لي علاش؟ لان النظر في السماء انت كتصلي فيه نوع من التكبر، لانك انت غادي تصلي وغادي تسجد الله سبحانه وتعالى، وما عندها حتى شي معنى انك تكون كتصلي وانت كتشوف السماء، انت غادي تسجد الله سبحانه وتعالى. وبعض العلماء كيقولوا ان النظر في السماء مكروه، وبعض العلماء يقولوا هذا الشيء انه حرام ولا يجوز، وهي كبيره من الكبائر ديال الذنوب والعياذ بالله. وهذا الشيء اللي كاين. كالعاده ما تنساش تتابعوني في الانستغرام وجميع مواقع التواصل الاجتماعي، تعمل سيف الفيديو باش لا حتى شي مره اخرى ترجع له. السلام عليكم.